بس بقى في تاكو صوص هنا في كلام بجد يعني يعني انا حاسس ان هو لو كنا جبنا كيلو 50 صح يا عمر صح. هي بايتس بيتزا بايتس. فيديو جديد من سلسله بديل ولا. جبنا لكم النهارده من 4 اماكن مختلفه بيتزا. تعالوا نشوف ونخش الفيديو. 91% من اللي بيتفرجوا ما بيعملوش سبسكرايب، فيا ريت تعملوا سبسكرايب. انزل دلوقتي اعمل سبسكرايب واخبط اللايك المتين وعلى تفجير اللايكات. نوت سريع، احنا جبنا الحاجات اللي الناس مش عارفاها قوي يعني اللي هو زي بيتزا ستيشن وبريموز، الحاجات المعروفه بيتزا ماستر بقى، الحاجات دي كلها ما جبناهاش. جبنا الحاجات اللي عليها كلام شويه يعني لسه في وقت قريب. يلا بينا. اول واحد معانا بيتزا كراست. ده طبعا عامل قلق الفتره اللي فاتت، كان كذا حد اتكلم عليه ان هو بديل لبابا جونز. هو بابا جونز ولا لا؟ هل هو ريبراندنج؟ طبعا احنا مش عارفين بصراحه، بس هو مكتوب عليه انه مصري 100% ومالوش غير فرع واحد، فاعتقد ان هو يعني مش من المقاطعه. يعني طلبنا من كله يا اما واحده لارج هاف تشيكن رانش وهاف بيبروني، يا اما 2 ميديوم، لان بيتزا كراست ما عندوش اللارج بتتقسمش 2 بالظبط. احنا رحنا جبنا الاوردر عشان هو ما بيوصلش دليفري عندنا. بيتزا كراست اتعمل الاوردر في 20 دقيقه وكان الاثنين ب 260 جنيه. نبدا بالرانش. دي البيبروني. رانش الميديوم هي السلايس تقريبا اصغر من بتاعت بابا جونز شويه، لما هو بيقارنوه بيه يعني، فهي اصغر شويه الميديوم بتاعتها. بس هي عامه نفس بابا جونزي يعني. هي لو فعلا الرانش والحاجات دي نفس الصوص. هندوق يعني ونشوف. هندوق ايه يعني العجين نفسها يعني كل حاجه فعلا يعني انا شايفها من هنا عامه بابا جونزي شويه يعني. تعالوا ندوق والله بكلم جد. ايوه انا مصدق. يلا. اعتقد بابا جونز نفس اللي هو الدو اللي هو الدو ميديوم ده كان نفس الاوفر يعني. هو نفس الاوفر غالبا اصلا. يعني هم مش 260، لو انت طلبت واحده هتبقى اغلى يعني. نفس الكواليتي بتاعه الحاجات يعني. الفراخ نفس الطعم، الطماطم حتى نفس الطعم. بابا جونز بالظبط. فانا مش عارف بقى هو لو ده مصري 100% زي ما هم كاتبين يعني، فالصراحه هو خلاص ده بقى بديل مناسب قوي. ده بديل قوي. بصوا يا جماعه لازم تجربوا الاوردر بتاع ان انتوا تحطوا بيبروني، تقولوا له بيبروني تحت الجبنه ويزود اكسترا رانش فوقيه. انا هنا ما عملتش كده عشان نقارن المقارنه صح يعني. رانش كده فوقيه غير البيبروني تحت الجبنه، بيبقى طعمه تحفه. تعالوا بقى ندوق البيبروني كده. ايه ده؟ ما فيهاش. لو غمضت عيني ودوقتني هعرف يعني. فاهم؟ عايزين حاجه زي بابا جونز بالظبط، بيتزا كراست. بس هو فكره ان هو ملوش غير فرع واحد تقريبا في التجمع. الرحاب ده في بنزينه الرحاب لسه بقى. لو انتشر الصراحه هيبقى تحفه. انا بس عندي حاجه واحده بس، انا مع بابا جونز العجينه الرفيعه شويه دي ما بحبهاش. انا بحب الامريكان اكتر اللي هي بتبقى تخينه. انا بحب دي الصراحه. ماشي. خش بقى على اللي بعده. هابي جوز. هابي جوز جه في نص ساعه واحنا طلبنا الواحده ب 150 من دي، وهي غالبا احنا هو في 5 يعني 5 سايزات جوه الابلكيشن. هي تقريبا طلعت دي متسميه الجونيور جي جيز او جي سوري اللي هي ام جي اللي هي ايه بقى؟ مامي جو. ماشي. وبعد كده في دادي. ايوه والله مامي جو. وبعد كده في دادي جو. وبعد كده في بيج جو. مفيش جراند مازر. مفيش. يبقى ملوش بقيه العيله. بيج جو. بس بقى في تاكو صوص هنا في كلام بجد يعني. يعني انا حاسس ان هو لو كنا جبنا كيلو 50 صح يا عمر صح. هي بايتس بيتزا بايتس. هم مقطعينها. هم مقطعينها من نفسهم عشان ممكن تفتكرها سلايس. غالبا طبقها وتاكلها. برجر وياكلها. يا اسطى شطه كشري شكلها من لا ما تحطهاش بقى مع دي مع دي جت مع البيبروني، فخليها مع البيبروني. لا صح يعني واضح ان في دقه جوه. مش واخد بالي. والله العظيم شكلها فعلا. بس هو قال ان هي تاكو صوص، فخلينا نحترمها كده وندوق. نبدا بالبيبروني ولا نبدا بدي؟ تعالى دي. انا مش فاهم الطعم. هو فين الطعم؟ انا مش عارف مكوناته. مش قادر حجم مثلا. مش قادر اقرا مكوناته. هل السايز دازنت ماتر؟ انا مش عارف اقرا مكونات البيتزا. والصوص غريب قوي. الصوص فيه حاجه مش مفهومه. الصوص فيه دقه يا اخوانا والله. في توم في الصوص ده. يعني واضح يا جماعه ان بيبروني. ولسه هتشوفوا الرانش كمان. الرانش تخينه يعني. الرانش تحسها امريكان، دي تحسها ايطالي. ايه يا اسطى حجمها مضحك فشخ. لا يضحك قوي. حتى بص اللي ورا هنا. حاسس برضه مش عايزين نظلمه. بس خلي بالكم يا جماعه هنظلمه في ايه يا ابني؟ انا ظالمه في ايه طيب؟ الحجم يعني. مش عايزين نظلمه في الحجم. ليه؟ لان احنا برضه طالبين قبل الاخير. تخيل البيج جو كده ازاي. هتلاقيها بتجيب 300. لو ب 150 جنيه والمنظر المضحك ده ما تعصبنيش يا عمر. يبقى هو بيضحكني ب 50 جنيه مثلا. في 100 هو دافع على البيتزا وفي 50 بيضحكني بيه. سيبك من فلوس وكل حاجه. انا بتكلم بس على الحجم يعني. مش عايزين ننقد الحجم لان هو فعلا
في يا ابني انا مش بنقد حجم طعم. حلو برضه. بيدافع قوي، اصل بيدافع قوي. الحجم مش كل حاجه بس. يلا نجرب الرانش ده. مع صوص التاك. لا مش هنجربه، الصوص ده انا مش هدخل يا ابني، ده كاتشب اصلا وعليه صلصه طبيعي. لا العجينه بشعه. بس صوص الرانش مش وحش. ركز على صوص الرانش والله. يعني لو هو قريبكم يا ريت توضحوا للمشاهدين. صوص الرانش فعلا مش وحش. ماشي. انت لو كان هتبقى بيتزا كبيره فكان هيبقى الندم اكبر. كويس انها جت صغيره كده. يعني كويس ان هي جت صغيره فعلا. خش على اللي بعده. روما بيتزا تو جو. جاء في ساعه ونص 200 متأخر أوي. 220 جنيه. هنا المفروض جه معاها صوص رانش، ما سالناش طبعا واحنا معاه ايه، بس هو بيجيب معاه صوص رانش، بيقلد برضو بابا جونز شويه. الله على الصلصه، بس ايطالي فيها زعتر كتير شويه. مش قوي. اول حاجه سمعت. البيبروني نفسه مش الكواليتي بتاعته مش عاليه قوي، طعمه مش زي اللي انت متعود عليه بتاع بابا جونز مثلا او التاني بيتزا كان هات. مستوي هنا أكتر. تحسه رو اكتر، بس اوفرول الصراحه الجبنه حلوه. انا حاسس صلصه بكل بهاني. حاجه. انا صلصه انا بهاني. عاجبني قوي. صلصه حلوه قوي قوي. تعال نجرب الرانش بقى. حلو قوي. بس هي فين في الاخر؟ بس دقت واحده لقيتها مستويه، لقيتها حلوه، مش زفره على الوش، مش مديها طعم مختلف. مش ناشفه. جميل قوي. حلو قوي دي. الرانش صوص قريب قوي من بابا جونز، لو انتوا شاكين حتى في بيتزا كراست ممكن تجيبوها من هنا. الهالبينو نفسه مش سبايسي اللي مضيع الطعم، حلو وفريش وفريش، وبقيه الخضار فريش. طعم عندي احساس ان اللي هيحدد هو السعر، يعني مش عارف اشوف الفرق بين الاثنين دول. هم طعمهم حلو قوي الصراحه. نخش بقى على اللي بعده. اخر واحد معانا فينيز. فينيز جه في 45 دقيقه ب 250 جنيه. نبتدي بالرانش. الرانش احنا جايبين سبايسي، وهو هنا حاطط عليه بافلو صوص سبايسي بلس الهالبينو. ايه ده، فين الرانش؟ هو هنا السبايسي بتاع فينيز يا جماعه بيحط عليه بافلو صوص اكسترا. بجد؟ ده دايما، وبيحط هالبينو مع الحاجه. طب يلا ندوق الرانش. يلا. مشكلتي مع البصل والفلفل. بجد؟ سهله. طيب هو انا بصراحه انا بطلبها كتير، فانا بحب جدا الرانش بتاعت بالذات الرانش السبايسي، وفكره البافلو الوحيد اللي بيحط لك بافلو صوص حلو سبايسي فوق البيتزا. نخش على بيبروني. يلا بص البيبرونيه كبيره ازاي، ده شكل بيرعبني، بحس ان انا اكل لانشون يعني. مش زي روما بيتزا فعلا. روما بيتزا مع صلصتها كسرت كل حاجه مع البيبروني، يمكن فعلا عشان هي كبيره قوي. تخينه، انا مش حاسس بطعم الحاجه. حته حته بيبروني قويه. لانشون. ماشي. هو بس فينيز لو كان زود صوص على جنب كان هيبقى الطف مع البيبروني، بس نو بروبلم. على سعره اجيب رانش بس ما اجيبش الهاف اند هاف ده بصراحه يعني. ممكن. وبصراحه هشبع بالنص، يعني مستحيل لارج لوحدك تكفي. اجيب مثلا فينيز حلاوتها ان هي ممكن اجيب ميديوم واشبع. هي فينيز كبورشن فعلا اكبر. دلوقتي هنبتدي بقى نرتب لكم بعد ما وصلنا للاخر، هنرتبها لكم الاخير للاول. في التشيكن رانش اول حاجه معانا الاخير طبعا هابي جوز، كده كده يعني. هابي جوز بيتزا النادي، البيتزا غريبه اصلا مش مفهومه. التالت معانا في الرانش روما تو جو. رانش حلو، رانش حلو الاقل يعني. هو كان شبه رانش بتاعه حلو على فكره، رانش بتاعه حلو. بس يعني هو الرانش بتاعه حلو بس مش احلى من فينيز وبيتزا كراست بالظبط. ويجي في المركز الاول بالنسبه لي فينيز مع بيتزا كراست بالظبط. ليه؟ لان هو واحد يعني قدم لك يعني كواليتي جديده من الرانش وبورشنز اعلى بالظبط، مع واحد انت متعود على طعمه، فانت بقى عندك كواليتي جديده انت مبسوط بيها، وفي نفس الوقت راجع للقديم اللي عاجبك اصلا. اللي كسب معانا في الرانش فينيز وبيتزا كراست. منافسه صعبه. هنرتب بقى دلوقتي من الاخير الاول في البيبروني. هابي جوز. هابي جوز. يلا يا الرابع. التالت في البيبروني انا بالنسبه لي فينيز. البيبروني نفسه طعمه حلو، بس البيتزايه كامله مع عجينتها مع البيبروني مش حلو. تو ماتش يعني. صغير برضه. هو جاب كيري مع الجبنه، احنا ما قلناهاش برضه، احنا بندوق. فاللي حابب بيحب الجبن الكتير ممكن يحبها، بس الميكس نفسه مش لطيف. بيتزا كراست في المركز الثاني. بيتزا كراست كان نفس الطعم اللي انت متعود عليه. البيبروني هو تحت الجبنه بيبقى حلو قوي. بابا جونز دايما عنده بيبروني حلو مختلف، واخد سموك من فوق بالظبط كده لذيذ، ومع انه تحت الجبنه فهو حلو مش رو كمان يعني. هو حتى مش طالع مستوي حلو كده. ودي احلى بيبروني دقناها هي بيتزا كراست. بس احنا اتفاجئنا في اول واحده بالزبط. اللي كسب معانا وهو يا جدعان روما تو جو.
روما توجور كسب ليه بقى؟ عشان ممكن كواليتي البيبروني اقل بس اوفرول الاكسبيرينس في طعم البيبروني في بقك مع العجينه مع الصلصه مظبوطين ده اقول قوي. لك فعلا قد ايه الصلصه والعجينه نفسها كمان كرفع وكسكنس حلوه. احنا كده وصلنا لاخر الحلقه بتاعتنا. لو كنتوا جربتوا بيتزا في اماكن تانية احنا ما نعرفهاش قولوا لنا. قولوا لنا في الكومنتس. لو جربتوا حاجه من دول وما عجبتكوش قولوا لنا برده. سبسكرايب بالظبط. سبسكرايب لايك شير. قاعدين بتعملوا ايه؟ مش عارف والله ما عارف. يلا نشوفكم في حلقه جديده وغالبا دي هتبقى اخر حلقه من غالبا. احنا كده خلصنا كل البدائل. لو عندكم والله في افكار، لو عندكم افكار تاني البدائل قولوا لنا عشان ممكن تبقى اخر حلقه في سلسله بديل ولا يعني. يلا باي باي.